بالطبيعة. كيف يا اخي راهو نحكي لك انا، كي نحكي لك على ملف الاملاك المصادره نحكي لك على مخزون عقاري كبير ياسر، يكاد يكون انا حسب لي زيستيماسيون اللي انا عملتها المخزون العقاري في ملف الاملاك المصادره يتجاوز ثلث المخزون العقاري للبلاد التونسيه. انا راهو نحكي لك على مش نحكي لك على شقق في عمارات، ولا نحكي لك، انا نحكي لك اخر عقار تباع من الاملاك المصادره لوزير سابق في حكومه قبل الثورة، تباع ب35 مليار. كي نحكي لك انا هذا الراجل يسكن في شقة قيمتها 35 مليار، هاكا انت قدر هو قداش مكاسبه في البلاد هذه. راهو انا كي نحكي على ملف بالحسن الطرابلسي نحكي على ملف فيه 1000 مليار. واضح كلامي، ماهوش هذوما ملفات. كي تحكي على 1000 مليار شنو معناها؟ 1000 معناها مليار فما شكون يحب يستفيد من هذا الملف، يحب يشري العقارات، والا يحب ترجع له بالنظر هذا الملف حتى يتماعش من ذلك. فما هذا وفما هذا على كل لون يكرمه في البلاد. الاحزاب السياسيه، مؤسسات الدوله، اجهزه انا في ديما الدوله. كنت نقول لهم تحبوا تلعبوا السياسه العبوها بعيد على اروقه المحكمه. انا لا عندي حسابات مهنيه، لا نحب نترقى، لا نحب نولي، نحب نقعد هكاك قاضي زوالي في الظل، ما عندي حتى مشكله مع وضعي المهني. كيفاش الاشخاص هذول؟ قلت لك فما شركات وقعت عليهم تعيينات مريبه، وفما شركات انا ما زلت معناها مريبه، تعيينات نتاع ناس مشبوهين. كاو شنو تحب نقول لك؟ مشبوهين في قضايا فساد. فما اللي مشبوهين متورطين في قضايا حق عام، وفما اللي ممنوع عليهم بموجب القانون انهم يتولاوا رئاسه مجلس الاداره لشركات من نوع هذايا، وتم توليهم للشركات هذيا. فما من طرف شكون؟ باش نقول لك، هي اللجنه هي التي تعين، اما اللجنه شكون فيها هاكا انتم تعرفوا حتى شكون فيها اللجنة. انا مانيش ممثله راني في اللجنه، مش لجنه المصادره، لجنه التصرف في الاملاك المصادره، لجنه المصادره على روح. اللجنه هذه بالاعضاء اللي فيها وبرئيسها، وراو انا حضرت فيها يمكن مرتين ولا ثلاثه بطلب من الوزير السابق العميد بن عيسى، واللي كان هو فقط من وزراء العدل اللي دعم الدفع في الملف هذا، فقط من وزراء العدل اللي سبقوه واللي جاوا بعده. وانا اكاد اراها رؤية العين انه الملف هذايا لن يتقدم اكثر من هكا قيد انمو له، مش باش يزيد يقدم. الملف هذايا مادام الناس الكل لمصلحة شكون؟ ماهوش لمصلحتك انت، هذا اكيد، ماهوش لمصلحة القضاء، هذا اكثر من اكيد، وماهوش لمصلحتهم هما. شكون هما اللي يتخذوا في القرارات هذه، مش لمصلحة حتى حد. لجنة تتصرف في الأملاك المصادرة، وإلا أكبر من ذلك هناك أحزاب سياسية وراء ذلك. تحدثت حتى على رئاسة الجمهورية. أي نوع من الضغوط تعرضتي له؟ شوف أنا كيف جيت ننفذ على واحد من الأشخاص اللي صدرت أملاكهم، راني اللي عانيته ولليوم والغدوة والعشر سنين القدام مش باش ينفذوا عليه. شنو صار؟ ما صار حتى شيء. صار انه السلطه التنفيذيه اللي منوط لها في عهدتها تنفيذ الاحكام هذه امتنعت على تنفيذه. هكا هو معناها سلطه قضائيه تصدر في الوراق في الاحكام تبقى مجرد اوراق في الادراج، بينما نمشيو ننفذوا على ناس، ما شو نقولوا على الناس اللي نحبوا ننفذوا عليهم باش نسكروا لهم القهاوي، ولا باش نسكروا لهم باش نعملوا لهم قرارات هدم. راهو اغزر، انا ما نقولكش كنت اسبح اليوم القرارات القضائيه او الاحكام القضائيه يتم تطبيقها حسب الاشخاص، حتى قيمه ما عندها. القوي ما يطبقش عليه القانون، حتى قيمه ما عندها الاحكام القضائيه اليوم. انا اعطيك جمله من الاحكام اللي محطوطه في الادراج، وهاو يدي على كتفك ان توصل نهار تتنفذ في البلاد هذه. لن تنفذ. هذا راهو لا أي يعني نوع من الضغوط تعرضتي له؟ انا للامانه حتى ضغط تعرضت، حتى ضغط. ما علاش طلبت باش تخرج؟ الضغط راني قلت وهذا وبكل. ما علاش طلبت باش تخرج وخليت الملف؟ قلت لك حتى لا اكون شاهد زور، وحتى نثبت لهم انه قاضي مستقل في سلطه قضائيه مكبله وبمجلس مسخ كما اللي عملوه ويحبوا يرسيوه ما يوصل لحتى شيء.